بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده الكوبيبه الكداب. اول حاجه نزلت بمعلقه زيت وهنزل عليها ببصلايه. طبعا انا مكترت الزيت لان انا هنزل عليها باللحمه، واللحمه اللي عندي فيها دهون. كده شوحت البصلايه تشويحه بسيطه وبدات انزل عليها اللحمه دي تقريبا حوالي ربع كيلو. زي ما انتم شايفين هي فيها دهون، عشان كده انا مكترتش الزيت اللي حطيته على البصل. وهبدا انزل عليها بمعلقه خل. معلقه الخل دي تعتبر كمعقم، طبعا مطرح ما انت فرماها عند الجزار وكده، فمعلقه الخل دي بتعقمها معاكي. هنبدا نقلبها مع البصل لحد ما تتشوح معانا خالص. كده خلاص اللحمه اتشوحت، هبدا انزل عليها بالبهارات. معايا فلفل اسود وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وملح وبهارات لحم. وكان عندي فلفل الوان في الفريزر، طلعت منه شويه. طبعا لو انت حابه تستعملي اللحمه بس من غير الفلفل استعمليه. واحنا بنحط الفلفل ده قيمه غذائيه زياده، انما لو مش موجود عندك استعملي اي فلفلايه خضراء، ولو مش موجوده عندك استعملي اللحمه وخلاص، اي شويه لحمه موجودين عندك. كده ده العيش الفينو، اي عيش فينو فاضل عندك او بايت عندك هتستعمليه معانا في الوصفه دي. دول حوالي 5 6 رغيف عيش فينو كانوا فاضلين موجودين، فقلنا نعمل بهم حاجه جديده. طبعا انا بقطعهم وبحطهم في الكب، عشان طبعا هنطحن. طبعا العيش ده بايت عندك، ولو مش بايت عندك ممكن تشتري عيش وتعملي بيه لو انت عايزه تعمليه. كده هنبدأ نشغل الكبة لحد ما نطحن العيش. كده خلاص احنا طحنا العيش زي ما انتم شايفين كده. كده العيش انطحن معايا. انا بوريهولكوا كده، انتوا حابين لو حابين تقشروه قشروه، بس انا بصراحة مش مستاهل لان كل ده طبعا هيتحمر في الاخر. هبدأ انزل عليه بملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر وبهارات لحمة برضو، ورشة كزبرة لو موجودة عندي. وهبدأ انزل عليه باللبن، هبدأ انزل لبن شوية بشوية، عشان احنا عايزينها ما تبقاش طرية معانا جامد، احنا عايزينها تدينا معانا عجينة، بس عجينة ما تكونش بتلزق وتسيل معانا. احنا عايزينها عجينة متماسكة معانا عشان نعرف نشكلها. عشان طبعا لو مش موجود عندك عيش غير الشوية دول ما تضطريش تاني تنزلي تشتري عيش، فاحنا هنستعمل الحاجة الموجودة عندنا. كده انا قلبتها، بس حسيت ان هي محتاجة لبن تاني. هبدأ برضو انزل عليها معلقتين 3 لبن، وهوريكوا شكلها لما تبطل اللبن. هوريكوا الشكل معانا في الاخر احنا عايزينها شكلها ايه. هديها فرمة تاني برضو. كده خلاص هبدأ اقلبها برضو واشوف ادتني القوام اللي احنا المظبوط اللي احنا عايزينه ولا لا. كده انا ببدأ المها في ايدي اشوفها هتتشكل معايا ولا لسه ناشفة. كده خلاص بدأت تتشكل معايا زي العجينة زي ما انتوا شايفينها كده. كده خلاص بقى ما عادش احط لها لبن. كده فضيتها من الكبة وهبدأ اصبعها. هتصبعيها شكل الكبيب، بتبدأي تفتحي فيها تجويف زي ما انت شايفة كده. وهنبدأ بقى نحط حشوة اللحمة اللي احنا عاملينها مع بعض. كده خلاص انا فتحتها، هبدأ انزل فيها بمعلقة حشوة. ما تكتريش الحشوة، خلي الحشوة مناسبة للقطعة اللي انت عاملاها عشان ما تطلعش معاكي منها. وهتبدأي بقى تقفليه. حاولي وانت بتقفليها تعمليها البوز اللي هو زي البوز الكوبيب. زي ما انتوا شايفينها معايا كده بتعمليها البوز بتاعها. طبعا الحاجه اللي انا ببل ايدي دي فيها دي ميه.
بتبل ايدك ميه وتحاولي تسويه. طبعا هعمل معاكم تاني عشان تشوفوا اللي احنا عملناه، عشان اللي ما خدش باله من الاولانيه يشوف في التانية معانا. زي ما انتم شايفين انا بفتح التجويف جواها، هي سهله وبسيطه وما بتاخدش منك حاجه خالص. هتبداي برضو تعملي الحشوه، وتبداي تقفليها برضو. ولو اتفتحت منك ما تخافيش، هتبلي صباعك ميه، ايدك ميه وتعمليها. ونفس البوز زي ما انتم شايفين بنشكلها اهي، طالعه معانا في منتهى الجمال وطالعه شبه الكوبيبه. يعني اللي هيشوفها بعد ما تتحمر مش هيفرقها عن الكوبيبه العاديه، ويعتبر صنف جديد ومختلف. اي شويه عيش فينو فايدين عندك هتقومي تعمليه، واي قطعه لحمه فاضله عندك من مكرونه بشاميل، من رقاق. زي ما انتم شايفين انا ببل ايدي ميه وبسويها. وهنعمل كل الكميه بنفس الطريقه. كده انا خلصت كل الكميه اللي كانت عندي، ادتنا كميه كويسه. طبعا عندي زيت سخن عشان ابدا احمرها. طبعا هي كل حاجه فيها مستويه، دوبك احنا عايزين بس العيش يقرمش معانا كده. كده خلاص هنبدا نحمر كل الكميه اللي احنا عاملينها. زي ما انتم شايفينها كده انا بسيبها معايا لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا محتاجينه. كده بدأنا نحمرها، بدأت تاخد معانا لون ذهبي، هنبدأ نقلبها بقى. حاولي تقلبيها على جميع الجوانب. زي ما انتم شايفين كده بدأت تاخد معايا اللون الذهبي. كده خلاص كلها احمرت معانا. قلبيها من جميع الجوانب عشان تطلع معاكي مقرمشة، تطلع معاكي مقرمشة من بره وطرية من جوه. كده حمرناها كلها ونبدأ بقى نطلعها من الزيت. اللي يشوفها كده ما يفرقهاش عن الكوبيبة العادية. كده خلاص خلصنا الكمية كلها. طبعا طلعناها على شوية بطاطس محمرة، حابة تاكليها مع سلطة، اي حاجة حابة تاكليها معاها كليها. بس طبعا زي ما انتوا عارفين البطاطس دي ادمان للكل، فقلنا نحمر معاها شوية بطاطس. واللي يشوفها ما يفرقهاش عن اي كوبيبة، وطريقتها سهلة وبسيطة خالص. هكسر معاكم واحدة عشان تشوفوها من جوه. شيء زي ما انتوا شايفين كده معايا، طالعة طرية من جوه ومقرمشة معايا من بره، والحشوة جواها زي ما انتوا شايفينها كده. وبطريقة سهلة وبسيطة خالص، ممكن تعمليها في اي وقت. اي شوية عيش فينو فاضلين عندك، واي قطعة لحمة معصجة فاضلة من رقاق، فاضلة من مكرونة، هتقومي تعمليها على طول. واللي هيشوفها مش هيفرقها عن الكوبيب. ويا رب الطريقة دي تكون سهلة وبسيطة وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهارده الحمام من غير حمام. هنعمل مع بعض الحمام الكذاب، ولسه هتشوفوا مفاجأة كمان. هنبدأ نعمل دلوقتي الخلطة اللي هنحشي بيها. طبعا هحط معلقتين زيت، واحط معاهم معلقة سمنة. طبعا هسيب السمنة والزيت يسخنوا مع بعض، وهنزل بالبصرة دلوقتي معاكم.
كده هنزل بالبصل وهسيب معايا معلقه بصل. هسيب معايا معلقه بصل في الطبق، مش هنزل بيها مع البصل اللي انا نزلت بيه في السمنه والزيت. هبدا اشوح البصل بتاعي لحد ما ياخد اللون، لحد ما يدبل معايا وياخد لون ذهبي خفيف زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بدأ يدبل معايا وياخد اللون الذهبي الخفيف. هبدأ انزل بالكبده والقوانص اللي انا مقطعاها. دول ممكن تشتريهم من عند بتاع الفراخ، او ممكن تكون محوشاهم عندك في التلاجة من اي فرخه انت بتشتريها. هبدأ اشوحهم زي ما انت شايفه مع البصل، وهبدأ انزل عليهم بالبهارات. دي ورق لورا على حبهان مطحون، ودي معلقه قرفه صغيره، وده فلفل، ودي بهارات فراخ، وده مكعب مرق الدجاج، ودي الملح. دي كل البهارات اللي انا حبيتها، وجربيها بمعلقه القرفه دي هتديكي طعم جميل. كده بقى ببدأ اشوح في القوانص بتاعتي لحد ما تبدأ تدخل في سوا. كده بعد ما اتشوحت معايا وشربت الميه بتاعتها اللي هي بكتها تاني، شايفين البصل معايا كرمل ازاي، واداني اللون البني الجميل اللي انتوا شايفينه. هبدأ انزل بقى بكميه الرز اللي انا غسلاه. كده نزلت بالرز بتاعي، هبدأ اقلبه. هبدأ اقلبه بالخلطه اللي احنا عاملينها مع بعض دي، لحد ما اتاكد ان حبات الرز كلها سخنت واتغلفت معايا. شايفين اللون اداني البني، اللون البني الجميل ازاي، والريحه طالعه في منتهى الجمال. طبعا احنا حاطين البهارات وحاطين الملح وحاطين كل التوابل بتاعتنا. كده بقى هبدأ انزل بالميه بعد الرز بتاعي ما قلبته كويس وسخن. كده نزلت بكميه الميه المناسبه للرز. طبعا الرز مش هنسويه خالص، مش هنسويه للاخر، يا دوبك 3/4 سوا. شايفين اللون، الريحه بتاعته والطعم مش هقول لكم عليه. هتجربي الطريقه دي بنفسك وهتشوفي. كده هبدأ اغطي الرز بتاعي واسيبه على النار. طبعا زي اي رز عادي بيبقى عالي الاول، ورك الرز ما يبدأ يتشرب بتوطي عليه. دي البصلايه اللي كانت فاضله معايا، دي بهارات فراخ، وده رشه توم، وده رشه كزبره. زي ما قلت لكم، رشه توم باودر، ومعلقه ورشه فلفل، وبهارات فراخ. همرط بهم البصلايه اللي فاضله معايا دي، بصلايه صغيره. ده الرز بعد ما استوى 3/4 سوا، نزلته من على النار وسبته يبرد. هبدا انزل عليه بالبصلايه واقلبها معاه. طبعا يا حبايبي يا ريت ما تحشوش والرز سخن، لان الفراخ بتبقى معانا بارده، ولو حشينا سخن وبارد ده بينشط لو اي ميكروبات او اي حاجه في الفراخ. فطبعا انا فضيته في طبق كبير عشان يبرد معايا وابدا احشي بيه. كده بقلب البصلايه اللي انا وريتها لكم دي، هتديها طعم في منتهى الجمال. دي الفراخ انا كنت متبلاها، اللي هي التتبيله بتاعتنا العاديه خالص، بصل وفلفل وورق لورا وحبهان، التتبيله بتاعت الفراخ ومعلقه خل. دي كنت متبلاها. الفراخ دي انا خليها في البيت، لو انتوا عايزين نخلوها مع بعض اكتبوا لي في التعليقات واحنا نخلوها مره مع بعض باذن الله. زي ما وريتكم انا محافظه على الجلد ما يتقطعش خالص.
كده انا ببدا احشي الرز مكان العظمه بتاعت الورك اللي احنا طبعا خليناها مع بعض، اللي احنا طبعا معلش يا حبايبي اللي انا خليت زي ما قلت لكم، لو عايزين نخلوه مع بعض يبقى اكتبوا لي في التعليقات. طبعا انت بتحطي كميه الرز المناسبه عشان ما يطلعش معاكي. كده ببدا الم الورك معايا عشان اقفل عليه. طبعا في الوقت ده انت ممكن تعمليها بالخله زي ما انا هعملها كده، او ممكن تلف عليها خيط، او ممكن تعمليها في ورق الالومنيوم. انت لو هتسلقها في الميه يستحسن تعمليها في الورق الالومنيوم، بس انا هعملها صينيه عادي. مش هسلقها في الميه، هي لما بتتعمل صينيه بتطلع طعمها اجمل ما تعملها في الشوربه. زي ما انت شايفه انا بتاكد ان هي بتقفل معايا بالخل، بتتقفل معايا بكل سهوله، ما بتاخدش اي حاجه. وده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين بوريها لكم من جميع الجوانب. طبعا لقيت الحته دي مفتوحه هحط لها خله تانية. طبعا زي ما انتم عارفين كل حاجه في ايدينا باذن الله. كده خلاص اتاكدت ان هي اتقفلت معايا. هبدا احطها واعمل واحده تانية. ده يا حبايبي زي ما بوريكم ده الصدر، عشان في ناس ما بتحبش تاكل الورك، فاللي ما بيحبش ياكل الورك مش ممكن ياكل حمام كداب؟ لا هياكل حمام كداب باذن الله. ده الصدر انا فتحته وفردته كويس زي ما انتم شايفين كده. حاولوا تفردي اللحمه بتاعت الصدر عشان يستوي معاكي ويديكي مساحه تحشي بيها. طبعا الصدر مش هينفع اعمله بالخل، انا هلف عليه خيط. عشان طبعا اللي ما بياكلش وراك ماليش نفسي ياكل زينا، طبعا اي حاجه مش هتقول لا. طبعا احنا بنعمل حاجه في بيتنا فبنعملها بقى زي ما بنحب. كده زي ما انتم شايفين انا لفيت الصدر كويس وقفلته، وهقفل الحته اللي فوق دلوقتي بخل هوريها لكم برضو. شايفين كده تقفل معايا بالخيط. طبعا دي عشان ما لفتش عليها خيط بوريها لكم مفتوحه اهي، بس هقفلها بالخل. وطبعا ده كله رقم يتحط في الصينيه بيقفل معاك على طول. طبعا انا خدت شويه رز في طبق عشان طبعا ما نسخش الرز كله، عشان اللي يفيض هنطيبه هنكمل سواه ونحطه تحت الحمام الكداب بتاعنا. كده انا بوريك الصدر بعد ما تقفل. كده خلاص انا خلصت الفرخه بتاعتي، رصيتها في الصينيه. زي ما انتم شايفينها قدامكم انا بوريها لك اهي. هبدا احط لها نص كوبايه ميه واغطيها واحطها في الفرن، او ممكن تحطيها على عين البوتاجاز من فوق على نار هاديه وتحطيها تحت الشوايه تاخد لون بس. وكده شكلها النهائي بعد ما طلعت معايا. شايفين طالعه معايا مشويه ازاي ولونها ذهبي وجميل. وده الرز اللي هو بالخلطه اللي فاض معايا. طبعا هنقدم عليه الحمام زي ما انتم شايفينه طالع معانا زي منظر الحمام. حمام ده ولا مش حمام؟ ربنا يسامحنا بقى. طبعا عاملين معاه سلطه خضراء. طبعا كلنا بنعرف نعمل السلطه الخضراء، وبتنجان مخلل، وصحتين وهنا على قلبكم يا حبايبي. ودي الصدوق بوريها لكم طالعه معايا شكلها عامل ازاي، وبرده طالعه محمره معانا شكلها زي الحمام برضو.
عشان طبعا اللي بياكلش وراك ليه نفسي برضو ياكل، عشان ما نزعلش اي حد، كل واحد ياكل اي حاجه بيحبها ويلاقيها موجوده. وشايفين يا حبايبي لونها طالع معانا دهبي في منتهى الجمال ازاي. ويا رب تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع الف سلامه يا حبايبي.